السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مريم قوش من قطاع غزة من فلسطين، شاعرة وأديبة فلسطينية. تحية للزملاء الكرام في بودكاست نداء الكلمة. شكرا لكم على هذا الاهتمام وهذه الاستضافة. أتمنى أن تكونوا بأفضل حال. عن جائزة أنطون سعادة الأدبية تقدمت بها في تشرين الماضي عن ديوان انتماء للنهار، وهو ديوان مخطوط لم ينشر بعد. وجائزة أنطون سعادة هي جائزة أدبية تهتم بثلاث فئات أدبية، وهي الشعر والمسرح والرواية. وتقدمت بالشعر، فكان بحمد الله نصيبي ونصيب غزة هذا الفرح الجميل. تقدمت عبر الموقع الإلكتروني للجائزة. هناك تم الإعلان عن الجائزة، وهناك تقدمت. ومن ومن الجميل في هذا الأمر، يعني هذا الديوان سبحان الله غريب إلى حد ما. حينما تقدمت في هذه الجائزة لم أحصل على إشعار بالموافقة على الاشتراك أو بإعلامي أنه تم قبول اشتراكي، فنسيت الأمر تماما. فسبحان الله، أجمل الأشياء التي تأتيك مفاجأة جميلة من القدر. يعني كأنما زرعت هذه الشجرة وتركتها ونسيتها، يعني فما لبثت عدة أشهر حتى جاءتني ثمارها يانعة مشرقة. فكان هذا فعلا شعور جميل جدا. والأغرب في ذلك حينما وردني إبلاغي بالفوز في الجائزة في مطلع أيار الماضي. كانت أول أيام الحرب، القذائف كانت تسقط حولنا، وكانت الحرب في أوجها والخوف والذعر. فإذ يأتي اتصال من بيروت. حينما قرأت على الهاتف أن الاتصال من بيروت، لم أجب لأنه في الحرب نحن لا نجيب على أي اتصال دولي أو رقم لا نعرفه يعني. فحينما تكرر الاتصال وضعت السماعة هكذا، وأردت أن أسمع الصوت أولا لأقرر هل أجيب أم أنني أختصر الحوار ولا أجيب. فكانت المفاجأة الجميلة من الدكتورة فاتن المور تحكي لي يعني بلهجتها اللبنانية الطريفة: كيفك مريم، شلونك؟ أنا معك الدكتورة فاتن من بيروت، أحب أن أهنئك بأنك حصلت على جائزة أنطون سعادة للشعر. كان ذلك غريبا حقا. يعني للحظة ما شعرت أن يدا سماوية لا تربت على كتف مريم، وإنما تربت على كتف غزة. يعني يا غزة، في هذه الحرب، وفي هذا الدمار، وفي هذا الغبار، وفي هذا الوجع، سيأتيك انتماء للنهار ذات يوم. ستكونين حرة مشرقة أبية، لأنك أجمل، ولأنك تستحقين أن تكوني سيدة لمدن العالم كله ولكل هذه البلاد. فكان ذلك حقيقة غريبا. كان شعورا مختلطا بين الفرح المشوب بالألم، يعني أول صباح الحرب، وبالدهشة من عطاءات الله عز وجل ومن كرم الله عز وجل. يعني سبحان الله، أن تظللني هذه الشجرة التي يعني كانت قبل أشهر لم تخطر لي ببال في أول أيام الحرب. يعني عطاءات الله عز وجل أجمل مما نتخيل وأسخى مما نحلم. أما عن سؤال حضرتك عن أحلامي فيما بعد، أعتقد بأن الحلم لا ينطفئ والشغف لا ينتهي. طالما هناك أمل في الروح وعطر في الروح، فلن يخفت النور، ولن يضل الدرب، ولن نتوه عن الحلم الجميل الذي نريده. أنا أحلم صراحة أن أحمل فلسطين في لغتي وفي شعري إلى كل مدن العالم، أن أجعل فلسطين قصيدة حاضرة في كل لغات الإنسانية، وفي كل المحافل الدولية، وفي كل مكان يعيش فيه إنسان حر، وفي كل منبر يهتم بالإنسانية ويهتم بقضية الإنسان العادلة. هذا هو حلمي الجميل، أن تكون فلسطين حاضرة في كل محفل. وهذا ما قد فعله المبدعون الفلسطينيون حقيقة، ليس فقط في الشعر، يعني على جميع الأصعدة، في الأدب، في الثقافة، في العلوم البحتة، في كل المجالات استطاع الفلسطينيون المبدعون أن يجعلوا فلسطين حاضرة وبقوة في كل المحافل. أتمنى ذلك فعلا،
أن أحمل فلسطين في قصيدتي كما هي حملتني في لغتها وفي قلبها وفي وفي عبقها الذي لا ينتهي. في الختام أنا أشكركم جدا على هذا اللقاء في بودكاست. أشكر الأستاذ الشاعر الرائع الراقي الدكتور ناصر على هذه الاستضافة الجميلة. أشكر كل من يتابع وكل من يسمع وكل من آمن بي كمريم الإنسان أولا ثم الشاعر، لأن الإنسان أولا ثم الشعر، أو الشعر والإنسان هما عملة ذهبية واحدة لحقيقة مطلقة وهي الإنسانية. أتمنى أن تكونوا بخير، أن تكون القصيدة العربية بخير، أن تكون القصيدة الفلسطينية بخير، أن تكون الفكرة الفلسطينية بخير. وشكرا لكم مجددا، وأتمنى أن تكونوا دائما بخير وراحة بال.